هاي يا جماعة، تعالوا بقى شوفوا يوم التكريم ده كان عامل ازاي. يلا بينا. تعالوا بقى نشوف مهرجان القاهرة الدولي انا كنت فيه، وتعالوا مصورة لكم الاحداث الجميلة اللي كانت موجودة فيه. طبعا بجد المهرجان كان من المهرجانات اللي انا كنت حباها. يعني حصل تاتشات كده في النهاية هبقى اقول لكم عليها، لكن في البداية الصراحة كان حاجة تحفة. بقول لك ايه حضرتك، ممكن تقولي لنا الاطلاله بتاعتك دي بكام؟ والله دي حاجة بسيطة جدا، أكتر حاجة يعني جايباها بسيطة. الفستان بس ب70,000 جنيه براند. الخاتم ألماس فور. اوكي. يعني حاجات بسيطة جدا، يعني انت عارف دلوقتي الدنيا غالية، فاحنا بنقول ان احنا نوفر يعني. شكرا والله يا باشا، نورتينا والله. تسلم. نورتينا ونورتي الحفله المحترمه ديت. ربنا يخليك. وطبعا يا جماعة انا كنت بهزر خالص على الاطلالة اللي اتكلمت عنها، وهنا بقى ناس دول جم يسلموا عليا عشان عارفيني من على التيك توك. وقعدنا نهزر شوية وبعد كده سلموا عليا ومشوا، وده كمان. وهنا بقى مين؟ انا عايزه اقولك ان انا بحب كل الحاجات اللي انت بتعملها بجد. الله يخليك. واتشرفت ان انا شفتك النهارده هنا والله. عمر ولازم تشتغلي في التمثيل. ربنا يخليك، تسلم. النهارده يا جماعه قابلنا ماما عزوز. طبعا تعالوا بقى نتفرج على الشغل الجامد اللي هي بتعمله. يلا بينا. فرجينا بقى يا ماما عزوز على الشغل الجميل اللي انت عاملاه ده. ايه ده؟ ما شاء الله، ايه الحاجات الجامده دي. ماشي يلا. الله اكبر. جميله. بصي بقى لو دي اتحطوا جنب بعض. خلاص يغنن عروسه حلوه يا جماعه. لا الله. دي مش عروسه عاديه. مش عروسه عاديه؟ لا طبعا. بتغني ولا ايه؟ ايوه دي جامده، دي تنفع لعروسه، هتبقى حلوه قوي. وهنا برضه في لا ما شاء الله، حاجات تحفه جدا يا ماما. في بقى طقم مثلا، يعني المناديل مع البنيره والحاجات دي. في بقى اكل حاجات. بصي هو انا لفتت نظري قوي دي، هي ايه ديت؟ دي فكره جات لي كده، كنت بعمل شال. ايه؟ كنت بعمل شال بس عايز مانيكان، لان انا في حاجات فيها مش عارفه. يعني ده شال اطفال؟ لا على فكره في البنات حلو قوي. مش فاهمه انا، هو مفتوح من فوق فهو ايه؟ شال صح؟ اللي هو بيتلبس كده من غير الرقبه. لا جامد، هو شكله حلو قوي. كمان ايه؟ مش شال عادي، يعني ممكن تلبسيه شال، ممكن يبقى جيب. للبنات. ما انا لفتت نظري ان هي جيبه. حاول يبقى سواريه، لو اتلبس على حاجه اتلبس كده مثلا او كده، وفي رباط. بصي ده كده الله. ربط هنا كده، فبقى حاجه تانية خالص. لا ما شاء الله بقى حاجه بجد. مختلفه. لا حاجات تحفه 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 يعني. وبوجي لفت نظري قوي لاني بحبه جدا. رايحه معرض فني، ف انا بحبه بموت فيه. لا هو بوجي جميل، انا حبيته انا كمان. ما لحقتش اعمل طنطا. اعمل لنا طمطم بقى الدور الجاي يا جماعه. اسم الصفحه بتاعتها على التيك توك ماما عزوز، وعلى الفيسبوك ماما عزوز. بجد حاجاتها جميله جدا جدا جدا، وحاجات خامات حلوه بجد. تسلم ايدك يا قلبي. سعيدة. انا اسعد في ناس والله. بيعملوا اعلانات دي. لا مش الدرجات دي يعني. والصراحة كل النجوم اللي كانوا في الحفلة كانوا لذاذ جدا، وتصورنا معاهم وكانت حفلة لذيذة. وطبعا نوجة ما تقدرش تسمع أغنية يا جماعة من غير ما ترقص، وطبعا هنا كانوا منزلين أغنية وهي قاعدة ترقص. بصوا نوجة كيوتي خالص ازاي، بس ايه، لا ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي يا لوزة يا جماعة. دي بتخمس في وشكم، والله خايفة تتحسد، والله خايفة تتحسد. قالت لي 5 وخمسة في وشهم. بتحب الرقص زي عينيها، والله مش عارفة بقى كأنكم أطفال صغننين بتحبوا الرقص برضك ولا. وهنا كانت حفلة اسكندرانية كده كمان موجودة، بجد كانوا بيعملوا شكل حلو قوي. احلى نجوى في الدنيا نقول من جعفر العمده لنجوى، حاجه اتعلمناها من شباب الحدش. لما نقول تبقى قد النور احلى اسم في الدنيا. محمد رمضان بحاله، حته بقى من جعفر العمده بحاله ومان. يعني اجمد. جعفر العمده الغلابه. جعفر العمده الغلابه. بقول نورتنا. لك سيب الفلوس يا ليه، الفلوس دي تلزمك. ليفه قوي. حاجه اتعلمتها من شباب الحدش. لما اقول انا قد النور، لما ايوه اعمل بقى. اكون قد رد الفعل. صح كده. احلى مسا.
وهنا بقى كانوا ملكة الجمال، وكانت دي مريم صاحبتي حبيبتي، كانت هي ملكة الجمال، وعايزة اقول لكم ان هي اللي فازت. وهنا برضو كانوا بيعرضوا عن فساتين الافراح، والصراحة انا بعشق الفساتين الافراح البيضة، فانتوا اتفرجوا معايا بقى على الفساتين الافراح البيضة وقولوا لي انهي فستان عجبكم بجد من الفساتين اللي طلعت. الصراحة انا اخر فستان هو اللي هيعجبني خالص، انا كنت محتارة جدا في الفساتين. وهنا بقى انا واحمد كنا قاعدين بنهزر يعني، والحفلة شغالة برضك، وتعالوا بقى اوريكم الفستان اللي عجبني، والصراحة الفستان ده هو اللي عجبني. جميل قوي صح قوي قوي. وهنا كان بقى حفلة بالعرايس، وهنا بقى حان لحظة التكريم، وكان أستاذ أسامة بيديني الدرع بتاعي اللي أنا هستلمه. النهارده وجود الملكة، لا الدكتورة، لا السفيرة، سمو الأميرة هبة، كان وجودها براكين وزلازل من المهرجان الدولي للفن. أبدعت وكانت مميزة كالعادة، بتضحك وضحكتها حلوة، لكن النهارده عايز أقول رحيقك من الجنة وصفوك الأميرة، من حقك تكوني عزيزة ودليلة، دكتورة ومجالها طبعا كملائكة بصورة بني آدمين، اتكرمت يا موحدين والدرع من ذهب ليها، وصفت جمالها لقيته في الأرض تطرح رحيق الجنة منيها. دكتورة هبة كتبت الشعر وعجزت أوصف معانيك، أهلك وناسك وصفوك بالقمر، والوالد وصفك بسمو الأميرة والقمر إليه منك. تابعونا وانتظرونا مع الملكة هبة سمو الأميرة. نعم يا أصدقائي، مميزة دائما نسمة شريرة مع الدكتورة الجميلة هبة المميزة. لهلا من سوريا عم بنحييها، ومن العراق كمان نحييها، الحين من السعودية نحييها، نهضر هندي ومغربي، بجد تستحق النهارده الدكتورة هبة، بنشكرها لوجودها الكريم. شكرا انا بجد على وجودي معاكم، بجد ما شاء الله عليكم ما شاء الله. شكرا. وطبعا انا بشكره على الكلام الحلو الكتير اللي هو قاله دوت. وكنت تاني هنا في الحفلة وقاعدة بتصور عادي، وبجد كانت بالنسبة لي يا جماعة حفلة مميزة، لاني انا كنت مبسوطة في الحفلة بجد وكنت فرحانة. فتعالوا بقى نوريكم الصور اللي احنا تصورناها في الحفلة دي. وطبعا عشان الحفلة دي قديمة، محمد ابني كان صغنن قوي وعسول قوي وكيوت قوي يا جماعة، اختي جميلة يا ناس، بس كان جميل ازاي. وهنا لولي برضو كانت صغننة جدا. وهنا بقى كانوا بيتصوروا مع اللي كانوا في الحفلة كلهم. وهنا دول كانوا من ملكة الجمال بجد، حرفيا يعني بنات زي القمر زي العسل يا جماعة. وهنا دي مريومة حبيبة قلبي صاحبتي، وهنا برضو دي حبيبة قلبي وصاحبتي اتعرفت عليها في الحفلة. وهنا دي كانت برضو اللي لابسة فستان نوجة كانت حبتها. وهنا بقى طبعا النجوم هي كانت نجمة. وهنا طبعا بقى كانوا النجوم اللي احنا اتصورنا معاهم. لا يعني بصوا يا جماعة، انا قلت احط لكم الصور كلها عشان تشوفوا كمان الصور اللي احنا اتصور. بصي نوجة كنت بتصوري ازاي؟ كنتي نكتة خالص بجد يا لولي. وهنا ده كان مغني سوري برضو كان معانا في الحفلة، وكان صوته ما شاء الله عليه جميل جدا يعني. وهنا البنات دول كانوا لبسهم حلو قوي، كانوا من الجزائر، احسن ناس اهل الجزائر بحبهم يعني. بجد يعني كل الناس اللي كانوا في الحفلة كانوا مميزين، واللبس كان مميز جدا جدا. وضحكنا وانبسطنا وكان يوم لذوذ يعني. حصل شوية تاتشات كده، بس انا مش هقول، خلاص بقى حصل خير، المهم ان احنا انبسطنا. ودي كانت ملكة الجمال، ونوجة كانت برضو متصورة معاها، وكمان محمد اتصور معاها. وهنا بقى لولي اتصورت بالدرع بتاعي، طبعا يعني نوجة هتعديها كده. لا بجد يا جماعة كانت الصور كلها حلوة ولذوذة يعني. وهنا بقى انا ونوجة اتصورنا بالدرع، وهنا بقى كان لازم اخد صورة بالدرع يعني لوحدي شوية. وهنا انا كمان اتصورت مع ملكة الجمال، وهنا اتصورت مع المذيعة المشهورة، وهنا بنت الجزائر تاني جت في الصورة تاني. وهنا دي كانت عاملة كليوباترا، كانت جميلة قوي برضو. وهنا مريومة حبيبة قلبي وصاحبتي. لا بجد كل الصور جميلة، وتسلم على الشعر الحلو اللي قلتهولي. وهنا ده حجازي كان معايا كمان في الوكالة زمان. لا كل الناس هنا ما شاء الله عليهم كانوا جمال ومميزين. والصور كلها كانت جميلة يعني. انا بجد انبسطت جدا بكل الصور اللي انا اتصورتها. استنونا في حفلة تانية، وسلام.